بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل فيديو خفيف، بما ان النهارده الدنيا حر جدا، وكمان انا النهارده نزلت السوق، ده يوم السوق بتاعي. فجيت من السوق طبعا مش قادرة اعمل اي حاجة ممكن توقفني كتير في المطبخ، فعملت حاجة خفيفة جدا، بس انا قلت اشاركها معاكم برضو. هي بتبقى طعمها حلو قوي، وعلى فكرة وهي مفيدة جدا، علشان خاطر هي فيها فيتامينات حلوة قوي، يعني مش يعني بتهيالي يمكن انا بحبها اكتر من الكبدة اللي ممكن تكون مجمدة او كده. فهي بتبقى رخيصة وفي نفس الوقت مفيدة جدا. هنعمل النهاردة كبدة الفراخ بطريقة الكبدة الاسكندراني. وانا صراحة جربتها بنوعين، يعني بطريقتين، الطريقة دي والطريقة اللي هي بالبصل والبهارات وكده، بس الولاد حبوا اكتر اللي هي زي الكبدة الاسكندراني دي. فصراحة كنت بعملها، عملتها خلاص بقى على طول بعمل دي، يعني مش قليل قوي ما بعمل التانية. هنا طبعا اول ما صحينا عملت دخلت السوق وجيت جبت حاجات السوق، بس انا صراحة ما صورتهاش لان هي كنت شلتها، نسيت اصور وشلتها، وانا مش كنتش هينفع ان انا اطلعها تاني. فالنهارده دي بقى انا اسفة ما صورتهاش. دخلت على المطبخ بقى ان شاء الله كده، بدأت بالمواعين زي العادة. نضفت الحوض وشلت منه كل المواعين عشان ابتدي اليوم ده. طبعا غير الكركبة بتاعت السوق فانا ما شلتها على طول طبعا اول ما جيت، فهي فاضل عندي كركبة الحوض، وده برضو ما بحبش ابتدي حاجة وهو فيه كركبة. فنضفتها. وطبعا النهارده في السوق اكتشفت ان الخضره ابتدت تبقى الحر تقريبا، فهي ابتدت تقل قوي، وابتدت تبقى الحزمه الخضره صغيره عن كده، الحزمه بتبقى كبيره جدا، وتلاتة ب5 جنيه وكده. دلوقتي صغرت جدا وبقت الاتنين ب5 جنيه. فانا حبيت اقول لكم ان انا فعلا انا من مده كده بدات ان انا اشيل خضره، لان المهزله اللي بنشوفها ايام الخضره وما تتحرق وكده بتبقى فظيعه قوي. فانا ابتديت اشيل الخضره، جربتها نفعت طبعا. كنت بجيب الخضره اغسلها واسيبها في صينيه او حاجه تنشف شويه، واقوم حطها في مقطعها طبعا، وحطها في علب في التلاجة. دي تنفعني بقى في المحشي او في الحاجات اللي هي عايزه طبيخ، يعني في المحشي، في العجه، في اي حاجه تحتاج، في الكفته تحتاج. لكن هي بس اللي ما بتنفعش فيها اللي هي الفريش، اللي بتبقى للحاجات السلطه والحاجات اللي عايزاها تبقى فريش يعني. فانا جبت النهارده طبعا وبرده شلتها، حبيت اقول لكم يعني تشيلوا يكون احسن يعني دلوقتي. هنا هنبتدي نعمل بقى الكبدة. أنا هنا جبت التوم قشرته وحطيته في الهون. أنا بحب أدقه جدا، ما بحبش أضربه في الكبة، معرفش ما بيبقاش طلع الريحة بتاعته والطعم غير لما بيتدق صراحة. وحطيت عليه ملح وحطيت كمون، بس انا ما جبتش اللي هي الكمون دي، ما جاتش مش عارفه ليه. وطبعا حطيت شويه خل عليهم بعد ما دقيته، طبعا حطيت كمون وشويه خل. هنا جبت الكبده نضفتها وانا برقدها في ميه وملح وليمون ومعلقتين كده دقيق، واسيبها شويه، وبعد كده اشطفها كويس واسيبها تصفي ده ميتها كويس قوي. وبعد كده احطها على الزيت، يعني بحط الزيت الاول في الطاسه واحط عليه الكبده شويه من غير الثوم، لغايه ما الكبده تنزل ميتها وتشربها وتبتدي بقى يبقى تطشطش كده، اقوم حاطه الثوم، عشان الثوم يستحسن ما يبقاش ما يتحمرش، يعني بيبقى كل ما يبقى ما يتحمرش قوي، على بسيط كده، يدي ريحه وطعم حلو قوي في الكبده. وبعدين حطيت عليها الليمون وقلبتها، واول ما طشطشت غرفتها، وده شكلها. وعملت جنبها بطاطس بوريك، وهناكلها بالعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.